فيلم هندي النهارده في النادي الاهلي. حسين الشحات جت والدته قالت لي امضي يا حسين، احنا ما ينفعش نمشي من النادي الاهلي حتى لو بملايين الدنيا. طب هو انا اللي كنت بقول الغوا بند ال 25% بتاعت المشاركة، ولا انا اللي كنت بقول اتحملوا الضرايب، ولا انا اللي كنت بقول الاعلانات اللي انا هطلع فيها اخد فلوسها كاملة؟ بطلوا تشتغلوا الناس وتضحكوا على عقول الناس. الاهلي ما كانش هيجدد لحسين الشحات اصلا، لكن حسين الشحات بالمستوى اللي قدمه في اخر 3 شهور هو اللي احرج النادي الاهلي. إدارة النادي الأهلي ما كانش عندها نية إنها تجدد لحسين الشحات، بدليل إن هي سابت حسين الشحات لغاية لما كان فاضل في عقده 20 يوم. تمثيلية رخيصة بيضحكوا بيها على عقول الناس، ورب الناس تفهم. حسين أهلاوي، أنا ما عنديش مشكلة إن حسين راجل أهلاوي، لكن حسين فرد واتنع على النادي الأهلي، واللي عمل كده إدارة النادي الأهلي إنها سابت حسين الشحات لغاية لما عقده خلاص كان فاضل فيه 20 يوم. لكن التمثيلية الرخيصة دي تحرق دمي أنا، إن لعيب بعد ما ماطل وفرد واتنع على النادي الأهلي طالعين بتمثيلية رخيصة وفيديو لأمه وهي بتقدم له العقود بتقول له امضي يا حسين، احنا ما نبيعش النادي الأهلي لو بملايين الدنيا. بطلوا دناءة، شغل رخيص على الجمهور الغلبان اللي هو بيتشعبط في أي حاجة ترضيه من النادي الأهلي أو من لعيبة من النادي الأهلي.